وسيط تجارة الآثار أو وسيط الآثار، عشان ما يبقوش محددين إن هي تنقسم لاتنين، فنخليها وسيط الآثار. بص يا ابن عم، وسيط الآثار ده نوعين اتنين، النوع منهم بيلعب في الحفر، والنوع التاني بيلعب في بيع القطع وبيع الأماكن. والاتنين أشخاص عاديين كانوا داخلين الموضوع على فكرة إن في شقف وطوب وعظم وتغيرات في التربة، إذا أنا عندي آثار يبقى يومين هروح أطلع، أو هطلع من بيتي وأحفر في بيتي، أو هروح عند حد تاني أحفر وأعمل، فخلال يومين أطلع الآثار وأبقى ملياردير والدنيا بقت حلاوة. والنوع التاني اللي هو فاكر إنه قابض جمعية ب 10,000 ولا ب 20 ولا ب 30,000، فاكر إنه هيروح لحد معين ما يسمى الدكتور أو المكاتب الشمال اللي مسميها نفسها الجهة، الكلام ده هيروح هياخدوه على مكان او هيشتري منهم قطعه، فيروح يبيعها لواحد تاني، فال30,000 اللي هو كانوا بتوع الجمعيه ولا ال10,000 بتوع الجمعيه بقى 10 مليون اخضر. والاتنين يا صديقي دولت بيتحولوا بعد كده يا اما جرار يا اما نصاب. هقولها لك بس اجيبها لك من الاول من الالف للياء عشان تفهم المصلحه ماشيه ازاي. نيجي لوسيط الحفر. وسيط الحفر ده يا صديقي هو دايما حاجه من الاتنين، يا كان صاحب بيت اشتغلوا عنده ونصبوا عليه وفهم المصلحة ماشية ازاي، وقعد يتنقل من بيت لبيت 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 على امل ان هو بيساعد ناس تانية، فاهم، عشان ان هو يوصل لمصلحة، وزي ما كل ما بيعمل كده، فمن كتر من روحه الاماكن دي بدأ يتشهر يتعرف يتعمل، بدأ هو يعمل ايه، عنده الاماكن اللي هو بقى مقتنع بيها، فاهم ان فيها اثار، اللي هو بسبب الشقف والطوب والعظم وقلت لك كلها مرتبطه ببعضها، فبيروح يدور على واحد مقتنع برضه بنفس القصه ان شقف وطوب وعظم، وانه هيحط 3-4 آلاف جنيه في الحفره، المكنه تطلع قماش ويبقى ملياردير والدنيا تبقى جميله. طبعا هم فاكرين الرجاله اللي بتعمل كده واحد مثلا في منطقته في محافظه، مثلا في نجع، في قريه، في مركز معرفش ايه مشهور قوي ان هو بتاع اثار وبيحفر وكده، وطبعا الصيد ولا الغنى، او فاكر ان هو لما يستحوذ على 30-40 مكان بيحفروا فيه كده، فاكر ان هو في اي مكان فيهم هيلطش، فهو فاكر من كتر الاماكن كده هيوصل اسرع. طب ازاي يا ابو عمو، ازاي وانت ماشي على آلية واحده، شقف وعظم وتغيرات في التربه معناها اثار، وده كذب ووهم، يبقى هتوصل بسرعه ازاي؟ لا هتوصل بسرعه ولا هتوصل خالص. فيعمل ايه بقى؟ انت راجل صرفت على الاماكن دي، او عارف ان في 100 مليون واحد جه صرف على الاماكن دي واشتغلوا وعملوا كل حاجه وما لقيتوش حاجه برضه، فلسه يروح بقى يدور على ناس تانية عايزه تصرف عشان يجيب ده. طبعا هو اللي بيبقى موكل من قبل الناس اللي بتصرف، وصاحب البيت موكله عن نفسه، فالمصلحة والسبوبة بتصب فين؟ بتصب كده. والاتفاق كالآتي، احنا واصلين لحاجات محترمة وفضل لنا مصروف اسبوع او 10 ايام بالظبط. ايه مصاريف الاسبوع ال10 ايام؟ طبعا يحط لك هو بقى ايه، حاطط بنود كده ماشي عليها الراجل، اكل وشرب الرجاله، يوميات رجاله، يصلح المكنه الفلانيه ولا يصلح الهيلت الفلاني ولا يصلح مش عارف ايه، او هيبعت يجيب غاطس او يصلحه. انت كده كده كل زبون بيخش المكان بيبقى فيه بس لوكشه في الاول كده يمكن 10-15 باكو، وبعد كده البنود اللي هي بقى الرجاله ما بتشتغلش قد فلوس، وتروح تلاقي الرجاله اصلا جايه عليها انها جايه بلقمتها باكلها وشربها، تيجي تسالهم يقول لك الله يا عم احنا لا بناخد ولا حاجه ولا بتاع، احنا بس بيجوا لنا سجاير واكل وشرب. طبعا هو حاطط على الواحد 100 جنيه ولا 150 جنيه في 10 رجاله في كل مكان، فبيطلع له 1500 بس يومي، يوميات رجاله من كل مكان. طبعا الحاج اللي دفع ما بيسالش غير في اخر يوم في الاسبوع او اخر يوم في ال10 ايام، ايه النهارده نفتح ماشي، ايه بكره هنفتح، ياخد له 3-4-5 ايام كمان بالنظام، بكره وبعده وبكره بعده، فالراجل اللي بيصرف يزهق فيوقف مصاريف، فيقول لك لا انا كده خلاص شطبت ومش معاه، بس انا كده ليا فيها، يقول له يا باشا انت نصيبك موجود، عد بقى ده كام واحد من اللي صرف، ده 300 راجل يخش يصرف. طبعا هم في اخر يومين 3 بيبدا يدور على غيرك عشان المصلحه ما تقفش، فيبدا كل اسبوع وكل 10 ايام يا ابن عمي يروح يا عيني يصيد واحد شويه الهبل اللي هم مصورينهم دول، سواء الكلام ده في ارض طينيه او في جبل، سواء هو ناحيه بالهيلت مكسر شويه او داخل له قطرتين ولقى قلبين طوب وبتاع، يقوموا مصورين وبعدين جايبين الايه يا عيني حد تاني برضه فاهم وفاكر ان شقف وطوب وعظم وتغيرات في التربه معناها اثار، فعمك الحاج اول ما صدر له الايه
الطوب والعظم والشقف وتغيرات في التربه. ده النوع بتاع الحفاير. صاحب البيت بقى الوسيط اللي قال له صاحب البيت بقى بعد ما المعلم ده بقى بينصب على الكل وخلاص، صاحب البيت بيفاجئ ان هو مديون لناس او عليه فلوس لناس عايز يسدها. فيعمل ايه صاحب البيت؟ خلاص المكان اتشهر واتعرف ان في مصلحه ودخل وطلع وفاهم. طبعا مع كل واحد بيجي يصرف بتتقال اسطوره، فاهم؟ احنا وصلنا عشان كده جبنا حد كمان ويصرف وعملنا ولقينا. فصاحب المكان دار كل ده قدامه، فيبدا خلاص بقى يقول لك انا محتاج ليه الوسيط، او محتاج الراجل ده في ايه؟ مش محتاج حاجه، الرجاله وحبايبي وقاعدين في بيته واكلهم وبشربهم وولاهم هيبقى ليه. فننطر الناس دي، بص بقى، وتحول لوسيط. اللي هو اعمل ايه؟ انا اشوف ناس اعرفها اعرض عليها الموضوع واجيب رجليها، وان القصه قصه اسبوع 10 ايام مصاريف وتدور الدايره يا صديقي اللي لسه حكيناها من شويه، بس مع صاحب البيت. ويتحول صاحب البيت من راجل كان فاكر ان الموضوع كله الاقي حته طينه متغيره اشكال والوان والاقي جواها شويه فحم وشويه عظم وشويه طوب وشويه فخار، يبقى انا كده اثار، يبقى انا احط 5 6 7000 جنيه ولا 10000 ولا 20000 اخدهم مليارات. لقى نفسه في طريق كان ملعب وبقى ملعب ونصاب. عرفت بقى ليه بقول لك بتوحلك اكتر ما انت موحول؟ ده جزء الوسيط او ما يسمى الوسيط. في جزء بقى تاني وده موجود على السوشيال ميديا، اللي هو يا ابن عمي انت راجل على باب الله حفرت وعلى الله حكايتك وما انتش عارف رايح فين وجاي منين، فاكتشفت ان في جروبات على الفيسبوك الله وصفحات عادي بتنزل، وممكن تروح تديهم الصور دي تقولوا لك عندك ولا ما عندكش، والقصه ممكن عن طريق صوره ولا مكالمه، فاهم؟ اعرف. المهم صورت ونزلت انت حضرتك الصور او الشواهد، بدا يلقطك وسيط الميديا. كل اللي بيعمله يخش يقول لك بيجيبك الاول او يخش لك او يعلق لك في تعليق، ويبدا ياخد حاجتك ده يروح بيها لواحد تاني منتظر افاده، ويبدا الاول يجمع منك معلومات المكان فين، محافظه ايه، معرفش ايه، طبعا الحاجات اللي هي معتاده، ويفهمك ان هو منه الجهه او منه للدكتور الكبير. وفي جزء تاني منهم بيفهمك ان هو اللي هيتعامل وهو اللي هيخلص وهو اللي هيعمل. الاول العيال دي كانت بتبقى داخله فاهمه ان الموضوع هيكتب بوست ولا بتاع، فاهم؟ خد وهات وهات وخد، واحنا قاعدين من ورا الشاشه كده واعمل لي كام مليون واقفل الايميل وامشي. يجي يقول لك تعالى انا دكتور او تبع الدكتور او تبع الهيئه او انا عارف فلان الفلاني، يقول له يقول له ده صاحبي هيجيبه لك واتفق لك معاه. طب ايه ياخد ياخد له 10 ياخد له 20، هوب الفلوس تتحول، هوب المعلم يقفل ايميله. في بقى الوسيط الثاني منه واللي هو عيل اهبل سمع فيديو من هنا وسمع فيديو من هنا، او متابع كام حد على السوشيال ميديا بيتكلم في الموضوع ده، فاكر كده ان هو خلاص اي معلومة انا محتاجها هعرفها عن طريق هسرج، هدخل على فلان هلاقيه شارحها، هاخدها احفظها اروح، هو قال لي انزل تحت انزل تحت، هو قال لي ادخل فوق دخلت فوق، هو فاهم؟ ويبدأ يعرض نفسه للناس على اساس ان هو يا دكتور، وطبعا بما قال انه دكتور يعني هيتفق وياخد فلوس، يا اما شغال تبع جهه والجهه هي اللي بتعمل وبتخلي وبتسوي ومش عارف. وبكده يا صديقي نكون اتكلمنا عن وسيط الحفاير بمختلف مهماته. انتظر بقى الجزء الثاني من وسيط الحفاير بس في مهمه تانية وبطريقه تانية، وهرجع واكرر لحضرتك تاني كل ده غير قانوني، كل ده وهم وكذب ونصب، ما تجريش وراه. انا احمد سفاري ودي صفحه زي الاشارات ما بتقول.